السلام عليكم فراشاتي. وصفة اليوم بيتزا المحلات، من أسهل وأضمن وصفات اللي جربتهم، خفيفة وطرية ولوشوشية اللي فيها مع واحدة التحميرة اللي من تحت بنة عظيمة. تقدر ديروها بصوص الحمراء ولا بيضاء. واش نحتاجو في الوصفة تاعنا؟ كاس حليب ناقص شوية برك دافي مع مغرفة كبيرة خميرة تاع الخبز وسكر، كيف كيف السكر مغرفة كبيرة، تخلطوا مليح، تغطيهم تخليهم يخمروا لمدة ربع ساعة. تجيبي في صحن اخر ديري تغرب لي 3 كيسان فرينه، نص كاس زيت والملح، بس مليح الفرينه تاعكم مع الزيت. زيدوا تحتاجوا مغرفه صغيره خميره كيميائيه وبواط ياغورت طبيعي والحليب تاعنا اللي تخمر. تعجنوا مليح تخلطوا كلش تاعكم تلموه. بعد ما لميت احتاجت لي غير مغرف فرينه، تزيدوش اكتر من ربع كاس، خاطر لو كانت تجيكم عجينه ماشي طريه ما تجيكمش عجينه ملاحه. يبقى ما تزيدوش ياسر فرينه، خليوها تتلاصق. انا زدت غير مغرف، خليتها تتلاصق وطريه خلا. لميتها ما عجنتهاش، عجنتها غير شوي بالك واحد 2 دقائق برك. لميتها حطيتها في بلاصه دافيه، غطيت عليها وخليتها تخمر من ساعه غير ربع حتى لساعه. في جهه درت لاصوص طوماط تاعي، انا ما طيبش، ندير واحده الطريقه اللي هي 3 مغارف زيت، نص كاس ماء، مغرفه طماطم كونسيرف، شويه السكر، 2 ورقات رند، الزعتر والتوابل اللي هو ملح فلفل كحل عكري حار وحلو، شويه زنجبيل وكركم. خليتهم يتغلاو، رحت رحيت الطماطم تاعي، زدت عليها حبه سناريه كبيره، طيب كنت مطيبتها من قبل، رحيت كلش مع الثوم، زاده درت 5 سنين الثوم. فرغت على هذيك لاصوص اللي غليتها، فقط لاصوص هذه تاعي ما طيبش. بعد ما خمرت لي العجينه تاعي قسمتها على 5 كريات بالتساوي، حطيت شويه فرينه، طرحتها دقيقه خلاه، قبتها بالفرشيطه، راهي حتى تنفخ. درت لاصوص طوماط تاعي كترو باش تجيكم ملاحه صوص طوماط. ولهنا تحبوا واش تحطوا، درت انا طون معدنوس زيتون الكحل الاخضر، واش يحب واش عندك. تقدر ديري دجاج، تقدر ديريها بصوص بيضاء مرقاز، واش عندك في الدار ديري، راهي تجي روعه البيتزا دي. زينتها في الاخر درت الفرماج، درت لكم شويه كاشير هكا كان عندي في الدار على شكل قلب، كيما نحبكم يا احسن متابعين يا احسن فراشات. دهنت الحواف تاعي بلا دام باش ما يجيونيش بيض ونيين، درتهم دهنتهم باش يحمروا لي. وهذه هي. باي باي، الوصفات اخرى ان شاء الله.